مساء الخير واهلا بكم في حلقه جديده من حلقات هل هلاله الموسم الاول، وهي الحلقات المخصصه لمناقشه مسلسلات رمضان. وقبل ما نبدا كده يا ريت تنزل تشترك في الشانل عشان ربنا يبارك لنا في الحلقه. حلقه النهارده هي حلقه مناقشه لست مسلسلات. اولهم معانا هو مسلسل الكبير قوي الجزء السابع، واللي زي ما واضح من ردود الافعال بعيدا عن اللجان فهو جزء مخيب للامال. الحقيقه احنا مش هنتكلم عن تخاذل ممثل بعينه، لان كلهم متخاذلين وكلهم مش مقدمين كوميديا على المستوى اللي يضحك. غالبا الافيهات اللي بتتقال دي ضحكتهم هما بس في التصوير، واصلا اغلبها واضح جدا انها افيهات ارتجاليه لحظيه ومش متحضره. جميع الشخصيات مش متحضر لها كويس، بالاخص الشخصيات اللي كانت مساعده في الجزء اللي فات، زي اولاد الكبير مثلا جوني والعترة، وطبعا مربوحه. حتى اللي كانوا معانا في الاجزاء اللي فاتت لغايه دلوقتي ما ظهروش بالقدر الكافي، زي مثلا فزاع وهدرس واشرف. بل في شخصيات لغايه النهارده ما ظهرتش اصلا، واحنا في الحلقه 5 دلوقتي، زي الدكتور ربيع مثلا. كنت عايز اناقش الكبير اكتر من كده الحقيقه، بس هي المناقشه يعني فاست فورورد كده، مش هنطلع منها غير بحاجتين. الحاجة الأولى زي ما قلنا إن الشخصيات كلها بلا استثناء على الله حكايتها، والحاجة التانية إن اللي كاتب الحلقات هي سارة هجرس، واللي على حد علمي يعني كتبت حلقات قبل كده، بس هي مخيشة المرة دي معاها، وبالأخص في الخمس حلقات دول. يعني 5 حلقات ورا بعض كتير، لو جمعناهم على بعض هنلاقي إن مجموع عدد الدقايق اللي ضحكنا فيهم في ال5 حلقات كلهم يمكن 7 دقايق مثلا. على النقيض بقى معانا مسلسل اللي بعده، وهو مسلسل الصفارة، اللي مقدم وجبة كوميدية جميلة جدا وبتضحك من غير حزق وزعيق. أحمد أمين عامل دويتو عظيم جدا السنة دي مع طه دسوقي، في سقطة في ظهور حاتم صلاح في تقديمه للشخصية اللزجة دي لتاني مرة بعد الكبير، وهو أصلا مقدمها السنة دي في الكبير برضه. فيعني ليه التكرار واللزاجة دي؟ القصة ممكن نكون شفنا الكونسبت بتاعها قبل كده في موضوع السفر في الزمن ده، زي ما مكتوب عليا مثلا بتاع السنة اللي فاتت، بس القالب اللي اتعملت فيه المرة دي جديد وحلو، وزي ما بيقولوا كده بيضحك وهو سايب ايده. بالإضافة لأنهم عاملين كاركترز حلوة وظريفة، من أول الإكسسوارات والمكياج للخط والسنك الثنائي اللي بين أغلب الشخصيات. وأشيد بصراحة بمشاهد طه دسوقي وهو ستاند اب كوميديان جامد جدا، وأتوقع له الحقيقة مستقبل كبير جدا في المسلسلات. طبعا عارفين إنه في آخر حلقة هيوصل للموعظة النهائية في المسلسل، وهيتقبل الأمر الواقع واللي حصل له قبل كده، وهيكمل حياته بشكل طبيعي. والنقطة دي اتطرحت في أول حلقة تقريبا، واستغربت الحقيقة ليه اترمت في أول حلقة دايركت كده، بس يعني هنشوف يمكن يفاجئونا في الاخر. المشكله الوحيده اللي في المسلسل ده الحقيقه هو انه بيتعرضش وقت الفطار. المسلسل ريكومندد جدا لاي حد ما بيتفرجش عليه، وناقصه جرعه كوميديه تخليه يكمل اليوم. بس يعني عشان تخلونا نكمل احنا الحلقه، يا ريت ننزل نسبسكرايب كده وتناقشونا في الكومنتس عن المسلسلات اللي بتتابعوها والمسلسلات اللي بنتكلم عليها دي. المسلسل اللي بعده هو لايت كوميدي مع بعض المشاكل الاجتماعيه الزوجيه والتربويه، وهو مسلسل كامل العدد، بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة، وبيشاركهم آية سماحة اللي عاملة دور حلو فعلا مع دورها برضه في مسلسل الصفارة، وهي من الوجوه الشابة القادمة بقوة للساحة الفنية. بيشاركهم بعض الوجوه الشابة اللي عاملين أدوار لذيذة، زي أولاد شريف سلامة ودينا الشربيني، وبرضه بتنبأ لهم الحقيقة بمستقبل حلو جدا في التمثيل. عجبني في المسلسل طريقة طرح المشاكل الأسرية اللي بينهم وبين ولادهم، واحنا دلوقتي في الحلقة الثامنة، فيعني لسه هنشوف هيقدروا يحلوها ازاي وهيتعاملوا معاها ازاي. عجبني برضو خط السيناريو الثنائي بين شريف ودينا، واللي مقدمين شغل كده من غير إسفاف ورخص، كوميديا نظيفة يعني وحلوة وبسمسم ومن غير إثارة جدل وترزيع. عجبني برضو إن المسلسل ما بيزهقش، يعني ده تقريبا هو المسلسل الوحيد اللي بستنى حلقته كل يوم، هو والصفارة. طبعا مش شايف الحقيقة إن في أخطاء في المسلسل، هو مش المسلسل الكامل المتكامل، ولكن الأخطاء اللي ممكن تكون موجودة فيه ما لفتتش نظري وما أثرتش على الأحداث يعني. وعلى عكس المسلسل اللي بعده وهو مسلسل جعفر العمدة، في البداية كده أنا يعني لست من عشاق محمد رمضان يا جماعة وأنا بتفرج على مسلسلاته، بس السنة دي المسلسل شدني بصراحة. مش في القصة لأن القصة مش جديدة على رمضان، ولا الشخصية لأن الشخصية برضه مش جديدة على رمضان، ولا حتى الإخراج لأن زوايا التصوير والكادرات واللازم منه مش جديد على محمد سامي. ولكن انا والله ما اعرفش ايه اللي شدني ليه. المسلسل فيه حاجات اكستريم بزياده عن اللزوم، زي اداء هالة صدقي مثلا في اول حلقه او حلقتين، او التفخيم والتعظيم في كل مشهد في شخصيه جعفر العمده، او الميس كاست الرهيب اللي في شخصيه الرقاصه اللي قايمه بدورها فريده سيف النصر. والدور ده بالاخص يعني كان ممكن يبقى ليه ممثلين تانيين عندهم من الشكل الفيزيائي واللياقه البدنيه ما يسمح لهم انهم يتصدقوا في دور زي ده.
طبعا معاها دور احمد داش اللي دمه واقف ومفهوش اي اداء تمثيلي الحقيقه، على عكس الموسم اللي فات اللي كان مأدي فيه بشكل حلو جدا في مسلسل مين قال. على النقيض بقى عندنا ممثل عامل دور خفيف جدا وجميل جدا، وهو الفنان احمد فهيم اللي طالع بدور سيد العمده اخو جعفر العمده. الدور الحقيقه من اول حلقه سايب بصمه، لدرجه ان في مشاهد بقيت مستنيه يكون فيها وهو اصلا مش في خط السيناريو بتاعها. ادى الشخصيه زي الكتاب ما بيقول، حتى في لحظات غضبه وحزنه مدي شويه كوميديا كده يعني محليه المسلسل. طبعا البطولات النسائيه موديه المسلسل في داهيه، ومديه انطباع ان الناس دي جايه تشتغل مجامله كده، يعني اللهم إنا ما فيهمش غير إيمان العاصي اللي بتقول حاجة، غير كده كله فيستك الحقيقة. المسلسل اللي بعده بقى هو مسلسل رشيد، وهو عمل مشوق جدا الحقيقة من بطولة محمد ممدوح وريهام عبد الغفور. ويعني لو تسمحوا لي كده أقول اسم خالد كمال معاهم، لأنه الحقيقة ممثل جامد جدا وله وزنه في المسلسل، وشايف إنهم لو كانوا جابوا حد غيره ما كانش هيعمل الدور حلو كده. القصة زي ما قالوا هي مراجعة عصرية لقصة الكونت دي مونte كريستو، وهي رواية متاخدة من شبه أحداث حقيقية حصلت في عهد نابليون بونابرت. ولكن ما علينا يعني، لأنه زي ما قلنا هي معالجة عصرية، وكل اللي يهمنا هي نواة القصة اللي لو ما حدش يعرفها فهي بتدور عن خيانة أصحاب البطل ليه قبل فرحه بيوم، وده بيؤدي لسجنه اللي بعد 14 سنة حبس بيهرب منه، عشان تبدأ أحداث جديدة في حياته بعد ما ابنه اختفى، وهو بيطلع يدور عليه مع خط أحداث موازي بيحاول يثبت فيه براءته من خيانة أصحابه ليه. المسلسل زي ما قلت مشوق جدا، ومش شايف انه في حاجة تضايق يعني غير حوار المونتاج وقص الصورة بأبعاد مختلفة في اللحظات اللي بيورينا فيها الفلاش باك. بس يعني كان ممكن نحط افكت بسيط كده يبين لنا انه في خط احداث تاني وخلاص، وكده كده ده شيء واضح في الشخصيات ومكياجهم يعني. متشوق جدا بصراحة اشوف نهاية المسلسل، يعني رغم اني عارف القصة بس الاحداث كل مدى بتشغل اكتر. آخر مسلسل معانا بقى هو مسلسل الهرش السبعة، ومن الواضح إن اسمه جاي من المشاكل اللي بدأت في السنة السابعة من جوازهم، وهي السنة المعروفة دايما بسنة المشاكل في العلاقات الزوجية، واللي بيطرحها المسلسل الحقيقة على أكثر من فئة عمرية. فعندنا مثلا علاقة نونو وإبراهيم، وهم عيلة نادين اللي اتجوزت آدم وهو حب حياتها من ثانوي. ومعاهم على خط تاني كده علاقة شريف وسلمى، وهي علاقة زي ما تقولوا كده منفتحة شويتين، طرحت بعض الافكار الحاده في الحلقات الاولى، واللي استغربت الحقيقه اننا يعني ممكن نناقش حاجه زي دي على التلفزيون. الخطوط الثنائيه بين الشخصيات مظبوطه على الشعره، ولكن عتابي الوحيد الحقيقه على بعض الاحداث اللي مش هتتفهم غير لما تتفرج على الثلاث اربع مشاهد اللي بعدهم عشان تفهم ايه اللي حصل في المشهد ده. يعني فجاه هتلاقي الاحداث نطت، وبعدين تلاقي الشرح بعده بمشهدين ثلاثه. عاجبني في المسلسل حته التايم لاين والتواريخ والسيناريو القصه اللي متاثر بالتواريخ دي، زي مثلا لما كانوا في 2016 وسهرانين يوم التعويم، واللي شفنا بعد كده ازاي ده أثر عليهم اقتصاديا في قلب الأحداث. أو الحلقة الخامسة مثلا لما شفنا ليلة العاصفة وكورونا وتبعاتها، وازاي ده برضو أثر عليهم. آخر ملاحظة وهي إنه زي ما تقولوا كده أمينة خليل كبرت فنيا شوية وبقت عارفة تمثل الدور بحذافيره، وكأنها هي دي في الحقيقة شخصيتها البارانويد والمتوترة واللي على طول خايفة من اللي هيحصل بعد كده، ومش عارفة هتعمل ايه وازاي، واقل مشكله بتلخبطها. متشوق برضو اشوف الحلقات الجايه وطريقه طرحها للمشاكل الجايه وحلها، واللي واضح كده اننا لسه ما دخلناش في التقيل. والى هنا هتنتهي حلقه اليوم. اتمنى لو الحلقه عجبتك تنزل تخبط لايك وتشاركنا رايك ومناقشتك في الكومنتات، وتشير الحلقه مع اصحابك.